صفه سعادتك يعني الصفه بقى ان انت كنت راجل تموين ودلوقتي بقيت عمدة ماسك عمدة قرية العمايل مركز تنمية الأندية. طب عرف نفسك بقى للناس اللي بيشوفوك دلوقتي. أنا اسمي سمير أحمد محمد، عمدة قرية العمايل مركز تنمية الأندية. عمدة بقالي 9 سنين عمدة. بس سعادتك ايه رايك في العموديه يا عمر؟ العمودية حمل كبير. حمل كبير. طب ليه الدوله يعني هل الدوله ما عادتش زي الاول ما بتلجاش للعموديه دلوقتي؟ لا موجودة كل حاجة، بس ايه العمدة يعني النهارده المركز ما بيتعاونش مع العمدة. مركز الشرطة ما بيتعاونش مع العمدة في جهة والمركز الشرطة في جهة. طب ليه مش يبقى في تنسيق تعاون بينك وبين المركز والله نفسي. طب ايه المطلوب طيب؟ المطلوب في تعاون. تعاون ازاي يعني؟ تعاون يعني مش عاوز اقول كلام مش مظبوط. تعاون يبقى ايه جريمه من حد جاب يعني احنا دلوقتي ممكن ابلغ عن جريمه هتحصل وما يجوش مثلا. طب انا اعمل ايه كعمده في البلد؟ اعمل ايه؟ انت مش تحت سيطره الامر هيعملوا ايه؟ يمنعوا الجريمه؟ بنمنعها على قد ما نقدر بنمنعها. انا اول ما مسكت العموديه دي عملت البلد كلها العائلات ديت محت العائلات. ثلاثه بلد واحده. ده حقيقي. العائلات اتمحت في البلد. كان في عائلات وكان في مشاكل قديمه الحمد لله قدرنا عليه. دي اللي قدرت اعملها. وبنقدر على قد ما بنقدر بنعمل. يعني انت دلوقتي يعني مفيش شبه تعاون بينك وبين الاجهزه تبع ايوه يعني في تعاون بس في تعاون بس تعاون تعاون غير ملموس يعني مش ملموس للدرجه اللي حضرتك ساعتها. طيب هل الفلوس او الحوافز اللي بتتصرف ما بناخدش عمده بياخد 140 جنيه. طب حلو 140 جنيه ما انت ليك انا كنت عامل اول امبارح عندي تحقيق صرفوا 140 جنيه. صرفوا 140 يعني ال 140 جنيه دول بيتصرفوا في قاعده في تحقيق في بيتي بصرف 140 جنيه. العمده سمير عمده عمايد مركز تنمية الأنديد وراجل كان مفتش تموين حافظ دجاليد وراجل مفتش تموين. طب انت ايه رايك كان زمان العمده كان اول العمده هو اللي بيقرا ويكتب، العمده هو النظيف، العمده اللي عنده الارض اللي عنده كان دلوقتي بس العمده برضك لسه زي ما هو. معلش النهارده اجالها بيت فيه مدرس فيه دكتور فيه مهندس يعني في ثقافه في ثقافه ما نقدرش دلوقتي تبعت غفير تقول تعالى اكلم حضرتك في العمده. معلش الاول يعني الاول كان هو العمده اللي هدومه نظيفه ايوه هو اللي عنده الارض هو اللي